نوف الموسى أولا صوفيا طالوني المتحول صدم فيه المغاربة كاملين، جاب عنده التيك توكر المغربية لتركيا خدمها معاه في العيادة ديالو لأنها زوينة وعاطية العين وعندها بزاف ديال المتتبعات أوفياء في المغرب. خدمها معاه ب2 ريالات ودار ليها من بعد شهادة مزورة اللي خداتها في 3 أيام تقريبا بمبلغ ديال 1800 دولار عفوا. وبدا كيحرط عليها في العيادة ديالو وكيفرض عليها الشروط ديالو كيف ما كيدير مع كاع الناس اللي كيخدمهم عنده. المهم هاد البنت اللي هي حفصة فاش شافت داكشي مع طالوني ما مسلكش وبغات دير قيمه لراسها وتخدم بحسابها الخاص. جا عدو الله ديال طالوني ريب ليها كاع داكشي اللي كانت كتبني فيه لانه غيبلغ عليها السلطات التركيه بطبيعه الحال لانها كتزاول مهنه التمريض او التجميل بدون رخصه وكتخدم معاها الاجانب بدون عقد عمل وبراتب جد هزيل. وهاد الشي كامل اخوتي دارو طالوني باش ينتقم من حفصه لانها تزوجات بالعاشق ديالو ايوب اللي كان مخدمو عنده حتى هو في العياده ديالو، وحتى لان حفصه بغات تستقل بذاتها وتطور من راسها ومن مشروعها. المهم اخوتي هاد الفيديو ديال اليوم غادي يكون عامر بالاخبار الحصريه والصادمه على طالوني وفعايلو مؤخرا وعلاقته مع الزوج تيك توكر حفصه اللي يلا عندها 20 سنه. وغنشوفوا حتى التدخل ديال ولد الشينويه اللي انتهى به المطاف انه مشى ليه الحساب ديال انستغرام اللي كانت عنده فيه اكثر من مليون متابع ومتابعه. المهم اخوتي الا بغيتوا تعرفوا اكثر تفرجوا في الفيديو حتى الاخير. مرحبا بكم اخوتي في هذا الفيديو، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كاين شي حراره؟ سمحوا لي بزاف غبرت عليكم اخوتي والله ما بيديا مع الظروف. واش غنقول لكم اخوتي ماشي الخاطر، نتوما عارفين يوتيوب شحال عزيز عليا وعارفين ان هاد القناه مقاتله عليها باش نطلعها. ومهم كنتمنى انكم تفاعلوا معايا في القناه، واللي ما خلاش لايك يخلي لايك دابا عاد يكمل الفيديو ويخلي لي ابوني. المهم اخوتي بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات وما بغيتش نطول عليكم الفيديو. المهم ندخلوا ديريكت في الموضوع. كلشي لاحظ ان طالوني اخوتي في بلاصه ما انه يخسر فلوس صحيحه في الاشهارات، اشنو الخطه اللي دار؟ الخطه اللي دار هو انه كيعيط للمشاهير المشوهين ديال السوشيال ميديا ديال بلادنا للاسف، كيصايب لهم فابور يا اما سنان يا اما اللحيه يا اما شي حاجه معينه بشرط انهم يديروا ليه الاشهار او لا يهضر بطريقه اللي ايجابيه وطريقه زوينه على خدمته، وهكا كيكون دار الاشهار للعياده ديالو بلا ما يخلص الملايين الصحيحه. اما بخصوص كيفاش بدات العلاقه ديالو مع حفصه، هو انه فاش تلاقى معها في تركيا وشاف على انها عندها شعبيه كبيره في المغرب من خلال حسابها في الانستغرام والتيك توك وغير نيه حتى هي، لانني سمعت عليها خوتي شي اوديوات كانت كتهضر مع رضا ولد الشينويه، يعني كتبان عليها واحد الانسان اللي باقا على نيتها وباقيه صغيره، يعني ما عندهاش تجارب كبيره في الحياه. المهم دار عليها عدو الله المتحول ديال طالوني الشاد، كلا ليها الدماغ ديالها، قال لها اجي خدمي معايا نضمن لك مستقبلك ونعلمك الصنعه وانتي باقيه صغيره والتجميل راه فيه الفلوس. المهم الدريه الحس ليها دماغها مزيان، كلا ليها الدماغ ديالها وقنعها باش تخدم معاه. في الاول هي كسبات الفكره، يعني تقبلات الفكره باش انها تخدم معاه اما حدها باقه صغيره. قلت لكم اخوتي هي ما عندهاش تجارب السيده، يعني كيبان عليها ما قارياش بزاف ما واعياش ما عارفاش بزاف ديال الحوايج في الحياه. المهم اخوتي خدمها معاه كيعطيها 2 فرانك. السيده في الاول يعني فرحات بزاف. يلا اول تجربه ليها في تركيا، باقي ما كتعرف لا فلوس ديال تركيا، ما كتعرف لا فين تدخل ولا فين تخرج، بدا كيضحك عليها ب2 فرانك من ناحيه اخرى. وهنا بغيتكم تخدموا معايا عقلكم مزيان باش تفهموا الالاعيب الخبيثه ديال هاد العاهر الباطل ديال صوفيا طالوني اللي السمعه ديالو كانسان ولا خدمته غاديين غير من سوء لأسوأ. لانه خوتي هاد البشر هاد الميكروب ديال طالوني كيخلط ما بين كل ما هو شخصي ومهني. اكيد كيفاش بغيتو اخوتي واحد الانسان اللي عمره ما قرا انه يسير واحد العياده ديال التجميل اللي كبيره بزاف، وكما كيقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. المهم اخوتي، هذا طالوني واخا عنده حصه كبيره في هذه العياده ديال التجميل اللي في تركيا، ودار الفلوس وزيد وزيد، كيف ما كيقول واحد المثل مغربي: عمر الشطح ما كينساه هزة الكتف. وبالنسبه لخوتي لداك الباطل اللي كلاح صوفيا طالوني على الزوج ديال حفصه ايوب، فللاسف داكشي كامل اللي كان قال طالوني وخرج من فمه بالفعل اخوتي تاكدت من مصادر جد موثوقه للاسف الشديد. وانا عارفه هاد الهضره غادي تصدم بزاف ديال الناس اللي كيشاهدوا دابا هاد الفيديو، هو انه بالفعل الزوج ديال حفصه حاليا ايوب كان على علاقه شاده مع طالوني، لان طالوني كان مخدم تقريبا، اولا كان مخدمو تقريبا دايرو هو كما كنقولوا لو بغا دغوا ديالو في كل شيء، يعني بحال اليد اللي منيه كل شيء كيدوز على يديه. هو اللي كيجيب ليه الشاده والفاده الى اخره. وللاسف الزوج ديال حفصه كيلبي جميع الشهوات وجميع للاسف الغرائز الحيوانيه ديال طالوني. اش غنقول لكم اخوتي، هذا موضوع اخر، موضوع اللي كبير وطابو اللي كبير اللي مسكوت عليه بحجه انه يعني هادشي عيب وحشومه كما كتعرفوا التقاليد ديالنا المغربيه. المهم اخوتي، باش نكمل لكم من بعد شنو غادي يطرى لحفصه، بسبب هو انها صافي فاش غادي تقرر انها تبعد من داك الحثاله ديال صوفيا طالوني، ما غتبقاش عجبها الخدمه معاه، الصالير اللي كيعطيها لا علاقه، كيدير شي تصرفات في العياده ديالو يعني ما عجبوهاش. ما قلتش لكم اخوتي بلي السيد في الدعاره واخا كيدخل الفلوس صحيحه الى اخره، باقي في الدعاره الى اخره، وقررت باش انها تبعد عليه هي والزوج ديالها. الزوج ديالها اللي كان هو العاشق ديالو، يعني العاشق السابق ديال طالوني، ما رضاش. كيفاش هاد الناس درت فيهم غير الخير، وكيفاش علمتها وعلمت راجلها حتى هو حليت لي عيني على شحال من حاجه، ولا حتى هو كيعرف الدومين وكيعرف بزاف ديال الحوايج، صافي سمحوا فيا يعني، ومشاو خداو سير المهنه وبغاو يديروا خدمتهم بوحدهم ويبداو زعما ينافسوني. دابا شنو غادي ندير، هو انني غادي نشتت ليهم الشمل. ولهذا حفصه فاش غادي تبدا في المشروع ديالها ديال التجميل وحمام مغربي، غادي تبدا يعني في هذا المشروع الجديد ديالها، صوفيا طالوني اشنو غادي يدير ولا اشنو غادي يقول ليه راسو، هو انه غادي يغفلها وغادي يبلغ عليها السلطات التركيه انها كتمارس اولا كتزاول مهنه التجميل وكتعرض حياة الناس زعما للخطر، وانها ما قارياش على هادشي حتى وزه، وما عندها حتى شي رخصه من وزاره الصحه ولا حتى شي حاجه. وبالفعل غادي يتم القبض عليها وغادي يعطيوها جوج ديال الحلول: يا اما تدوز الحبس في تركيا، يا اما ترجع لبلادها اللي بطبيعه الحال هو المغرب، وانها عمرها ما تبقى تمشي لتركيا. اش غنقول لكم اخوتي، دازت عليها واحد السيمانه كحله 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 للاسف ما تمناها العدوك. يعني البنت باقه صغيره، بنت سطات، هي ما قلتش لكم اخوتي هي واحد الانسانه اللي نيه بزاف، ما قارياش بزاف، ما غاديش تقد على طالوني. ما نكذبش عليكم، انا ماشي كندافع عليه، الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار، ما غاديش تقد عليه. هذا كما كتقال واحد العباره كيقولوا بعض المغاربه: عاهره قديمه ما غتقدش عليه. يعني لعب بيها خوتي وخرجها من العين للبرا. والأسوأ من هادشي كامل، جميع الأسرار الشخصية اللي كانوا ما بينهم أولا ما بينها وبين الزوج ديالها الحالي اللي هو أيوب، باش يشتت ليها الشمل ويفرتك ليها الزواج ديالها للأسف